بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب تالتة إعدادي، أخباركم يا دكاترة؟ أخباركم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا في أفضل حال. معاكم مستر محمد رضا، مدرس الرياضيات من قناة اشرح للرياضة. النهاردة بإذن الله امتحان مهم جدا وقوي جدا، هندسة. تابع يا باشمهندس الفيديو ده من البداية للنهاية عشان تستفاد بكل كلمة هنقولها فيه. في البداية كده طبعا في صندوق الوصف قناة التليجرام أو لينك لقناة التليجرام. هتلاقيني سايب لك فيها كل الامتحانات اللي احنا بنحلها وكل المراجعات اللي بتنزل هنا على القناة PDF ملفات كده ممكن تحملها وتحلها تاني مع نفسك. فبرضو دي حاجة مفيدة جدا، كل ده مجانا بدون أي مقابل. وسايب لك برضو لينك لقناة أو لقائمة التشغيل بتاعتنا هنا، فيها كل الفيديوهات الشرح والمراجعة وحل الامتحانات. لو انت ناقصك حاجة ادخل دور عليها هتلاقيها ان شاء الله. يا ريت بقى ما تنساش تعمل لنا اللايك الجميل وتكتب لنا في التعليقات انت بتتابعنا من محافظة ايه، علشان ان شاء الله نختار اكتر محافظة بتتابعنا ونمسك الامتحانات بتاعتها كلها السابقة نحلها، علشان تعرف ايه الأسئلة أو نظام الأسئلة اللي بيجيلك في الامتحان. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ مع بعض. السؤال الأول بيقول لك قياس القوس الذي طوله يساوي ثلث محيط الدايرة. يعني هتقسم محيط الدايرة اللي هو 360 على كام يا باشمهندس؟ على التلاتة، فيطلع الناتج بيساوي 120 درجة. طول متوسط المثلث القائم الزاوية الخارج من رأس القائمة ينصف طول الضلع الثالث. استنى كده. طول متوسط المثلث يساوي نصف طول الايه يا باشمهندس؟ نصف طول الوتر. ده سؤال تراكمي من منهج تانية اعدادي. دائرتان ميم ونون متمستان من الخارج. طالما متمستان من الخارج يبقى نق واحد زائد نق اتنين. ده كده طول الميم ايه؟ الميم نون. معانا هنا نص قطر الدايرة الأولى طول نصفي قطريهما، والدايرة التانية بكام؟ ب5. فعايز يعرف الميم نون، هنجمعهم هيبقى 9 زائد 5، يطلع الناتج بيساوي 14 سنتيمتر. رقم 4. المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب. معانا الضلع ده ب6 والضلع ده ب10، فعايز يعرف الب ج بكام. لو رسمت المثلث ده يا باشمهندس هو قائم الزاوية في ب، يبقى دي الألف ودي الجيم. معانا الألف ب ب6 ومعانا الوتر ب10، يبقى فاضل لنا ضلع القائمة. يبقى هنعمل جذر تربيعي، نربع ال10 تبقى ب100 ونطرح، ونربع ال6 تبقى ب36 ونطرحهم من بعض، يدوني جذر 64. وجذر ال64 بكام يا باشمهندس؟ ب8، اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده. أ ب ج د شكل رباعي دائري قياس زاوية ب ب70، فإن قياس زاوية د بكام؟ طبعا احنا عارفين إن كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، ودي خاصية من خواص الشكل الرباعي الدائري. فهو طبعا زاوية ب وزاوية د دول زاويتان متقابلتان. معانا دي ب70، يبقى دي ب180، هنشيل منها 70 تطلع ب110 درجة، اللي هو الاختيار رقم ج. السؤال رقم 6. إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين متساويتان في القياس. أول برهان بقى معانا هنا، ونسمي الله كده ونركز ونتكتك للمسألة. أول حاجة نقرأ المعطيات. بيقول في الشكل المقابل الضلعين دول بيساووا بعض، ودي طبعا معلومة مهمة. والضلعين دول متعامدان، ويقطع الدائرة في ج وم ب عمودي على س ص س ع، اللي هي الزاوية القايمة دي والزاوية القايمة دي. وبيقول لك اثبت بقى المطلوب ان الالف ج بيساوي الب د. الالف ج اللي هو الحتة دي بتساوي الحتة دي. هنصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. اول حاجة هو مديك ان الوتر س ص بيساوي الوتر س ع، فطالما وتر يساوي وتر يجي وراه على طول بعد بيساوي بعد. يعني المفروض البعد م أ كده بيساوي البعد م ب، وطالما البعد ده بيساوي البعد ده، طب ما ده كله نص قطر وده كله نص قطر، فكده انت استفدت ان الضلع كله بيساوي الضلع كله، والحتة دي بس كده بتساوي الحتة دي. فلو طرحناهم من بعض يبقى اللي فاضل بيساوي اللي فاضل. البرهان بقى، نمسح لك العك اللي انا عامله ده عشان تبقى فاهم المسألة. اول حاجة هقول له بما ان الميم ألف يمر بالمركز، والميم ألف عمودي على السين صاد، وبالمثل برضو الميم ب يمر بالمركز، والميم ب عمودي على السين عين. وبما أن السين صاد بتساوي السين عين، وتر بيساوي وتر، يبقى كده إذا البعد ميم ألف يساوي البعد ميم ب، ونسمي دي رقم 1.
بعد كده هقول له بما ان الميم ج بتساوي الميم د عشان دول انصاف اقطار ونسميها رقم 2. يعني نص القطر ده كده كله بيساوي نص القطر ده كله. بعد كده هنقول له بطرح 1/2، بطرح 1 من العلاقة 2. يبقى كده إذا الألف ج تساوي الب د وهو المطلوب إثباته. تعال نشوف تاني مسألة برهان معانا. بيقول لي هنا في الشكل المقابل السين صاد قطر في الدائرة م، والصاد عين مماس ليها، والألف منتصف السين ب. بيقول لك برهن أن الشكل ده رباعي دائري اللي هو الشكل ده. طب عشان نثبت يا باشمهندس ان الشكل ده رباعي دائري لازم نلاقي خاصيه من خواص الرباعي الدائري هنا، واكتر خاصيه هندور عليها ان كل زاويتان متقابلتان مجموعهم 180. لو خدت بالك يا باشمهندس انت عندك هنا الميم د، الميم ا ده خط مستقيم بيمر بالمركز وبينص في السين ب، يبقى عمود عليه، يبقى الزاويه دي كده ب90. وده مماس وده نص قطر، فالزاويه اللي بينهم برضو ب90. كنا قايلينها لا تفكر ولا تحتاس، نص القطر عمودي على المماس. شاطر. طب ما كده الزاويتين دول زاويتان متقابلتان كده مجموعهم 180، اذا الشكل بقى رباعي دائري. خلصت المسألة. يبقى البرهان هقول له يا باشمهندس بما ان الميم ا يمر بالمركز والميم ا ينصف السين ب، يبقى كده اذا الميم ا عمودي على السين ب. وبالمثل هقول له بما ان الميم صاد بيساوي نق والصاد عين مماس، يبقى كده اذا الميم صاد عمودي على الصاد عين، ونسمي دي رقم 1 ونسمي دي رقم 2. بعد كده هنقول له من 1 و2، يبقى كده اذا قياس زاوية ميم ا عين، ميم ا عين زائد قياس زاوية ميم صاد عين هيساوي 90 زائد 90، يطلع الناتج ب180 درجة. يبقى كده اذا الشكل ا م صاد عين رباعي دائري. تمام كده يا باشمهندس. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا في الشكل المقابل المثلث ا ب ج مرسوم خارج الدائرة التي تمس أضلاعه ا ب وب ج وأ ج في النقط دي على الترتيب. ومعانا الضلع ده ب3 وده ب4 وده ب5. عايزين نحسب محيط المثلث. المسألة دي سهلة جدا. أول حاجة يا باشمهندس أنت عندك ده مماس، فيبقى ده مماس برضو زيه بيساوي بعض، يبقى ده ب3 زيه. نفس الكلام ده ب5 هيبقى ده ب5 زيه. نفس الكلام ده ب4 فهيبقى ده ب4 زيه. هنجمع ويبقى كده خلصت المسألة. يبقى أنا هقول له بما أن الألف د والألف واو مماسان. تعال نكتب إيه، خلينا من البداية كده. هنقول له بما أن الألف د والألف واو مماسان متقاطعان في نقطة أ خارج الدايرة. يبقى كده إذا المماس أ د يساوي المماس أ واو، هما الاتنين بكام؟ ب3 سنتي. بعد كده هقول له برضو بما أن، ندخل على دول، بما أن ب د وب ه برضو مماسان متقاطعان في نقطة اسمها ب، يبقى كده إذا الب د بيساوي الب ه بيساوي 4 سنتي. وبرضو بما أن فاضل لنا دول، بما أن ج ه وج واو برضو مماسان متقاطعان في نقطة اسمها ج، يبقى كده إذا الجيم ه بيساوي الجيم واو بيساوي 5 سنتي. بعد كده نقول له إنه محيط المثلث هيكون عبارة عن الضلع ده كده بقى ب7 زائد الضلع ده كده بقى ب8 والضلع ده كده بقى ب9، فيبقى 7 و8 15، 15 و9 ب24 سنتيمتر. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل ده شكل رباعي دائري، يعني مش يثبت، لا هو مديهولي ان هو رباعي دائري. المطلوب بقى ومعانا كمان ان الضلع ب ج بيساوي الضلع ج د، ومعانا زاوية أ ب100 بالمرة. المطلوب عايزين نجيب زاوية ج ب د. صلى على النبي يا باشمهندس عليه الصلاة والسلام. أول حاجة نستفاد من الشكل الرباعي الدائري إن زاوية أ وزاوية ج هما الاتنين متكاملتان، دي ب100 تبقى دي ب80. طيب ده مثلث متساوي الساقين، الزاوية دي ب80
نعرف نجيب الزاوية دي والزاوية دي، يبقوا 100 على الاتنين تبقى ب50 و50. طب ايه المطلوب؟ عايزين نجيب زاوية ج ب د. ج ب د كده جبناها اصلا خلاص. يبقى البرهاء هقول له اول حاجة بما ان الشكل ا ب ج د رباعي دائري، يبقى كده اذا قياس زاوية ا زائد قياس زاوية ج هما الاتنين مع بعض ب180 درجة. يبقى كده اذا قياس زاوية ج تساوي 180 ناقص 100 تطلع ب80 درجة. بعد كده هقول له بما ان الضلع ج ب يساوي الضلع ج د، يبقى كده اذا المثلث ج ب د متساوي الساقين. نستفاد ايه كمان يا باشمهندس؟ نستفاد ان كده اذا قياس زاوية ج ب د اللي انا عايزها اصلا هتساوي نفس قياس زاوية ج د ب، هما الاتنين هيبقوا عبارة عن 180. نشيل منهم 80 ونقسمهم على الاتنين يطلع الناتج بيساوي 50 درجة، وهو المطلوب إثباته. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا في الشكل المقابل الميم دائرة ورسم ألف ميم وميم جيم نصفي قطرين، بحيث إن قياس زاوية ألف ميم جيم ب100 درجة، وإن القوس ألف جيم الأصغر والب بتنتمي للقوس ألف جيم الأصغر. المطلوب بقى أوجد قياس زاوية ألف ب ج. ألف ب ج يعني الزاوية دي عايزين نعرف الزاوية دي بكام. صلى على النبي باشمهندس عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت عندك الزاوية المركزية دي ب100، فيبقى القوس ده كده كله ب100. طب ما الدايرة ب360، يبقى القوس اللي فاضل فوق بقى اللي هو ده، كل نظللك بالقلم الأصفر كل ده كده هيكون بقية ال360، يعني بيساوي كام؟ 260. يعني القوس اللي فوق ده كده ب260. طب ما هي الزاوية دي محيطية، بص على نفس القوس اللي هو ب260 فهتاخد نصه تبقى ب130 درجة. يبقى البرهان هقول له بما أن قياس زاوية م تساوي 100 درجة مركزية، يبقى كده إذا قياس القوس أ ب ج بيساوي 100 درجة. بعد كده هقول له بما أن قياس الدائرة بيساوي 360 درجة، يبقى كده إذا قياس القوس أ ج الأكبر بيساوي 360. هنشيل منهم 100 يبقى فاضل لنا 260 درجة. بعد كده هنقول له بما أن قياس زاوية ب محيطية هتساوي نص قياس القوس أ ج الأكبر، فكده بقت بتساوي نص في 260، يطلع الناتج بيساوي 130 درجة، وهو المطلوب. تعال نشوف السؤال اللي بعده. المسألة اللي بعد كده بقى مسألة عايزة تترسم. بيقولك أ ب قطر في دايرة، فتعالى نرسم دايرة. ادي دايرة اهي، الألف ب قطر فيها، ده كده قطر اهو اسمه أ ب، ورسم الوترين أ ج وب ج، أ ج وب ج. الوتر الأولاني اهو وليكن ده أ ج وب ج اهو، فالزاوية دي كده بقت زاوية ايه ج، هتبقى زاوية قايمة عشان زاوية محيطية مرسومة في نص دايرة، ومديني زاوية أ ب40. المطلوب عايز زاوية ب، مسألة تافهة جدا جدا جدا. أول حاجة هقول له بما أن الألف ب قطر في الدائرة، بعد كده هقول له إذن قياس زاوية ج محيطية مرسومة في نصف دائرة هتساوي كام بقى؟ هتساوي 90 درجة. بعد كده هقول له بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث ب180 درجة، يبقى كده إذا قياس زاوية ب تساوي 180. هنشيل منها 90 اللي هو ده، ونشيل منها 40 اللي هو مديهالي دي، فيطلع الناتج بيساوي 50 درجة. تعال نشوف السؤال اللي بعده.
نيجي بعد كده بقى للسؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كان السين ألف شعاع والسين ب شعاع ممسان في الدائرة م عند ألف وب، وزاوية ألف س ب ب70 اللي هي زاوية س يعني، وزاوية د ج ب ب125 اللي هي زاوية ج، اثبت أن ألف ب، فين ألف ب أهو، بينصف زاوية د ألف س. د ألف س يعني بيقسم الزاوية دي نصين، يعني عايزين نجيب الزاوية دي قد الزاوية دي. أول حاجة هقول له طبعا بما أن السين ألف والسين ب ممسان متقاطعان خارج الدايرة فهيبقوا بيساووا بعض. معانا الزاوية س ب70 يبقى الزاويتين دول قد بعض، دي ودي 180 نشيل منهم 70 يبقى 110 على الاتنين، تبقى كل واحدة فيهم 55. بعد كده عندنا الشكل ده اللي أنا بظلله ده شكل رباعي دائري، كل زاويتان متقابلتان برضو متكاملتان مجموعهم 180. طب دي ب125 يبقى فاضل لنا هنا 55، فأصبح الاتنين دول قد بعض، يبقى أنا كده إذن ده بينصف الزاوية. تعالى بقى نعمل الكلام ده، نكتب في البرهان. أول حاجة هقول له بما أن س ألف وس ب مماسان متقاطعان في نقطة اسمها س، يبقى كده إذن السين ألف بيساوي السين ب. بعد كده هقول له إذن قياس زاوية س ألف ب تساوي نفس قياس زاوية س ب ألف. س ب ألف هما الاتنين هيبقوا 180، نشيل منهم 70 على الاتنين، تبقى كل واحدة ب55 درجة، يعني أصبحت دي ب55 ودي كده برضو ب55. بعد كده هقول له بما أن الشكل اللي هو ألف ب ج د رباعي دائري، يبقى كده إذا قياس زاوية د ألف ب أو ب ألف د ب180 ناقص الزاوية اللي قدامها اللي هي 125، تطلع برضو هي كمان ب55 درجة. يبقى أصبح كده في زاويتين اهم بيساووا بعض، دي كمان طلعت ب55. يبقى أنا هقول له بما أن بقى الزاويتين دول بيساووا بعض، يبقى كده إذا الألف ب بينصف الزاوية. هقول له كده بما أن قياس زاوية س ألف ب تساوي قياس زاوية ب ألف د، هما الاتنين ب55 درجة، يبقى كده إذا الألف ب ينصف زاوية د ألف س، وده المطلوب رقم 1. المطلوب التاني يا باشمهندس بقى بيقول لي اثبت أن ألف د يوازي س ب. الألف د اللي هو ده يوازي س ب اللي هو ده. طيب الموضوع سهل، لو خدت بالك يا باشمهندس الزاوية دي زائد الزاوية دي هما الاتنين زاويتين مجموعهم 180، وده حرف ايه؟ ده حرف يو، يبقى وهما في وضع تداخل. هكتبها هنا. هقول له بما أن قياس زاوية د ألف س زائد قياس زاوية س هما الاتنين عبارة عن 110 زائد 70 يدوني 180 درجة، وهما في وضع تداخل. يبقى كده إذا الضلعين ألف د بيوازي السين ب، وهو المطلوب. تعال نشوف بقى آخر مسألة معانا في الاختبار الجميل ده. بيقول لي في المسألة اللي قدامي دي اثبت أن، نقرا بس المعطيات الأول، عايز نتعود دايما إن احنا نقرا المعطيات الأول. إن الألف ب ج مثلث مرسوم داخل دائرة، وإن الألف ده المماس عند ألف، وإن الضلعين دول بيوازوا بعض. المطلوب اثبت أن الألف د مماس للدايرة المرة برؤوس المثلث ألف س ص اللي هو المثلث ده. يبقى أنا محتاج أثبت إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، فهتبقى دي كده بمثابة زاوية مماسية، ودي زاوية اهي محيطية. طيب عشان نوصل للكلام اللي أنا كاتبه ده، أنت عندك إن الزاوية المماسية دي أصلا بتساوي زاوية ج المحيطية، عشان هما الاتنين مشتركين أصلا في قوس واحد اسمه أ ب. فتعالى بقى نترجم الكلام ده. أول حاجة هقول له بما أن أ د مماس، يبقى كده إذا قياس زاوية د أ ب تساوي قياس زاوية ج. تعرفوا السبب، تقول له مماسية ومحيطية مشتركتان في قوس واحد اسمه أ ب، ونحط له علامة القوس كده. بعد كده هقول له بما أن بقى الضلع س ص بيوازي الضلع ب ج،
الضلعين دول كده بيوازوا بعض، فطالما دول بيوازوا بعض يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتناظر. يبقى كده إذا قياس زاوية أ ص س بتساوي نفس قياس زاوية ج بالتناظر. فبالتالي كده الزاوية دي هي كمان هتساوي الزاوية دي. فبالتالي كده إذا قياس زاوية أ ص س بتساوي نفس قياس زاوية د أ س. يبقى كده إذا الألف ده إيه؟ مماس للدائرة المارة بالنقط أ وس وص، وهو المطلوب إثباته. وبكده يا شباب نكون خلصنا حل الامتحان ده. يا رب أكون قدرت أفيدكم ويكون الامتحان سهل بالنسبة لكم. أشوفكم على خير، ويا رب دايما في أفضل حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.